كل اللي على شمالنا دلوقتي ده هتبقى كلها القصر الرئاسي بالحدائق بتاعته والكلام ده كله. احنا هنخش يمين دلوقتي. اللي بتتعمل واجهاته دلوقتي ده بنك التعمير والاسكان. هنا في بعض الشركات واخده اراضي وعامله مشاريع اداري، والاغلبيه العظمى كلها بنوك الفروع الرئيسيه بتاعتها. كل اللي على الشمال دي حاجات تبع القصر الجمهوري، بس هو طبعا القصر عشان نوصل له لا لسه قدام كتير. من هنا بقى بداية الوزارات، هنلاقي شركة العاصمة والمقر بتاعها. بعد كده هنلاقي بقى وزارة السياحة، وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة البترول. أي وزارة في مصر فهو المقر بتاعها بقى هنا. المباني كلها بشياكة، كلها رخام وإزاز. احنا هنحاول نخش كده بسرعة وسط الوزارات. في بعض الوزارات بالفعل بدأت تشتغل، طبعا مش بتشتغل بنسبة 100% من أول يوم، لا بتبدأ تشتغل ب 15% من طاقتها، 20% من الطاقة، وواحدة واحدة بتبدأ بقى الوزارات تبدأ تشتغل. احنا هنرجع تاني عشان هنا الطريق بس مسدود. ده كده زي ما احنا شايفين ادي وزارة التموين، وزارة التجارة، كلها وزارات بقى. اللاندسكيب بدأت تتعمل بالفعل. احنا هنخرج من بره تاني عشان نبدأ نتجه الى مسجد مصر. في فيديوز اكتر لو حد محتاج فيديوز اكتر من جوه بتبين لك الحي الحكومي وجمال الحي الحكومي وشياكة المباني. طبعا لو اي مستثمر اخد قطعة ارض عشان يعملها مباني ادارية لازم تكون نفس انسجام الالوان مع الوزارات. دي وزارة السياحة. وزارة الطيران المدني. احنا كده خلصنا الحي الحكومي. بعد كده لو كملنا على طول بقى هنلاقي البرلمان بمجلس الشعب. ودي المنطقة دي اسمها ساحة الشعب. بس احنا هنلف ونرجع تاني
عشان نخش على مسجد مصر. ده الشارع اللي فاصل ما بين مسجد مصر والحي الحكومي. على شمالنا ده كله ده كده مجلس الشعب، وهنروح عند مسجد مصر ونبدأ نصور مسجد مصر من فوق الدنيا عاملة ازاي، وجمال المسجد وفخامة المسجد. المسجد ده يستوعب 33 ألف مصلي. ده كده الحي الحكومي لما اللاندسكيب بتتعمل بيبقى حاجة تانية. اللي فات على شمالنا ده كان اسمها منطقة ساري العلم. ده لما مصر بتبقى عاملة مؤتمرات دولية وبتستقبل السفراء من حول العالم يعني، فبيبقى كل سفير بيبقى لازم العالم الدولة بتاعته تكريما ليه يعني يتحط. فده من الأماكن اللي اتحط فيها الأعلام يعني. ده كده مسجد مصر، من أجمل المساجد اللي الواحد هيشوفها في حياته.